تتبيله الفراخ تتشال في الفريزر. هنخش على المدرسه بقى وعايزين الاكل يبقى سريع. بصي ولا حاجه، هو تتبيله الفراخ هقول لك واحده لان هي في تتبيلات كتير جدا جدا يعني، فهقول لك الاساسيه بتاعتنا اللي كل الناس بتحبها مفيش عليها اختلاف. بصلايه مبشوره، كان بس جالنا سؤال دلوقتي في الكنترول جوه، اسمعوا انتوا كمان. بصلايه مبشوره، ملح، فلفل، كمون، عصير ليمون. تاني، بصلايه مبشوره، ملح، فلفل، كمون، عصير ليمون. والوصفه دي اسرقها لكم، السرقه هنا والكذبه ايه حلال. سرقاها من مطعم شهير جدا بتاع فراخ. تاني، بصلايه مبشوره، ملح، فلفل، كمون، عصير ليمون. كل دوت بيخليك الفرخه بقى ايه ممتازه. تبلي، قطعي الفرخه لو عايزه تسيبيها سليمه او قطعيها نصين بالطول كده وتبلي. واما تتبلي ما تدخليش في الفريزر على طول، سيبيها في التلاجة على الاقل مثلا يوم. لو انا شاريها النهارده وتبلتها احطها في طبق كبير في التلاجة، تاني يوم ابدا ان انا اكيس واشيل في الفريزر. ما تشيليش في نفس اليوم عشان بيبقى لحمها بيشد شويه. لما انا بتبلها اسيبها في التلاجة بتبقى طريه وحلوه جدا. خلاص متفقين ان شاء الله.